هل لازم تاخد مضاد حيوي كل مرة تسخن علشان تخف بسرعة؟ لأ طبعا غلط، لأن في أغلب الأحيان سبب الحمى بيكون فيروس مش بكتيريا. وفي بعض الدراسات على الأطفال وصلت النسبة لأكتر من 86%. والفيروسات ما بتستجيبش للمضادات الحيوية، يعني حضرتك كل اللي بتعمله إنك بتأذي نفسك أو طفلك بإنك تخلي بكتيريا جسمه عندها مناعة للمضاد الحيوي اللي أخده، وبتموت البكتيريا النافعة اللي في جسمه، وبتصرف فلوسك على الفاضي. ده غير الآثار الجانبية الكتيرة جدا للمضادات الحيوية اللي بتوصل في أحيان كتير لحساسية قد تكون مميتة، زي متلازمة ستيفن جونسون مثلا. يبقى تعمل ايه لما يجيلك أو لطفلك لا قدر الله حمى؟ تشرب سوائل كتير جدا على قد ما تقدر، ترتاح لأن الراحة مهمة جدا علشان جهازك المناعي يشتغل كويس، وعلشان تقلل عملية الميتابوليزم في جسمك، لأن الحرارة والعدوى الاتنين بيزودوا الميتابوليزم. تستعمل مسكن آمن زي الباراسيتامول بجرعة كافية. تستعمل مضادات الحساسية ومضادات الاحتقان لو في أعراض رشح أو غيره. خلي أكلك صحي واشرب سوائل كتير. وأخيرا لو بعد 3 أيام الحرارة لسه ما خفتش، يبقى ده ممكن يكون عدوى بكتيرية أو فيروسية محتاجة علاج محدد. هنا تزور الطبيب. في كل الأحوال لو حسيت إنك تعبان جدا أو ظهر طفح جلدي أو ترجيع أو صداع شديد أو فقدان للوعي أو تشنجات أو حصل نزيف في البول أو شفت دم في البراز أو أي علامة تانية غريبة عليك، لازم تزور الطبيب فورا. ودمتم سالمين وأصحاء.